أحلى حاجة أول يوم العيد هي القراقيش مع كوباية الشاي بلبن. العيد ما يبقاش عيد من غيرها. هنعمل مع بعض أحلى قراقيش ومورقة وتحفة باللون اللي انتوا شايفينه ده. هنستخدم هنا أول حاجة معايا معلقة كبيرة من الشمر ومعلقة كبيرة من اليانسون. هحطهم كده في طاسة وابتدي إن أنا أحمصهم على النار، بعد كده أطحنهم وبعد كده أصفيهم، آخد البودرة بس بتاعتهم. والحركة دي بتبقى حلوة جدا، اللي ما بيحبش يحس بطعمهم بتدّيني بس النكهة والريحة، لكن القرشة بتاعتهم دي مش بتكون موجودة. باصفّيهم بقى كويس جدًا. هنا هاستخدم نُص كيلو من الدقيق، عليه معلقة كبيرة من السمسم، وكمان هاحط عليه ذرة صغيرة من الملح، وهاحط معاه كمان ربع معلقة صغيرة من الbaking powder، ومعلقة من الخليط اللي إحنا عملناه ده بتاع الشمر واليانسون، ونبدأ إن إحنا بقى نقلّبهم مع بعض كويس جدًا. معايا على جنب كده معلقتين كبار من السكر، عليهم معلقة صغيرة من الخميرة، عليهم كوباية إلا ربع من المَيّة الدافية، وابتدي أقلّبهم واسيبهم على جنب يخمروا. في الوقت ده هاحط حوالي 250 جرام من سمنة على زيت. أنا هنا استخدمت سمنة على زيت عشان تدّيني النعومة وفي نفس الوقت القرمشة بتاعة الزيت، وهابتدي أبِث بقى الدقيق كويس جدًا بالخليط الدهني اللي معايا لحد ما يبقى زي حبّات الرمل المبلول. في المرحلة دي بقى كده بامسكه زي ما أنتم شايفين بيبقى عامل كده. الخليط بتاعي بتاع المَيّة خامر كلّه، بانزل عليه بقى وابتدي أعجن. أنا ابتديت بالأول بكوباية إلا ربع من المَيّة، وهاخلّي جنبي مَيّة دافية تاني لو احتاجت هاعجنها. مش باعجن أوي برضه عشان ما تعملش عرق، لحد ما تبتدي إن هي تبقى ليّنة وطرية معايا. أنا استخدمت من الكوباية التانية حوالي ربع كوباية، يعني المُجمل كلّه أخد معايا كوباية من المَيّة الدافية. وأنا هنا باعجن بمَيّة مش بلبن عشان عمرها يطول معايا وأحس فيها بالقرمشة. باقسّم بقى العجينة بتاعتي 3 كده أجزاء، وبابتدي إن أنا أحطّهم كده مع بعض، باريّحهم بس بسيط، مش باسيبهم يخمروا ولا أي حاجة. باريّحهم كده عقبال ما ألِم بس الدنيا اللي حواليّا، وابتدي إن أنا أشتغل فيهم على طول. أهُم خلّيتهم كده إيه قد بعض. بابتدي إن أنا بقى آخُد كورة، كورة من اللي أنا سِبتها ترتاح كده ثواني، وابتدي إن أنا أفردها على شكل مستطيل عشان ألفّها رول. اللفّة بتاعة الرول دي هي اللي بتدّي التوريق والطبقات اللي هي من جوّه، أكنّي كده باعمل إيه، رغيف عيش فينو. بابتدي كده إن أنا أرُلّها كده وأساويها واسيبها تاني، يعني هنا بعد ما هاعملها رول هاسيبها تاني على جنب، برضه مش تخمر، يعني 10 دقايق كده بس، وإن أنا أبتدي إيه، أشتغل فيها على طول. وكلّهم بقى هاعملهم بالشكل ده كده. أخدت بقى أول رول اللي هو ارتاح معايا شوية، وابتدي إن أنا بقى أبطّطه عشان أقطّعه على هيئة القراقيش. لو أنا استخدمتها على طول هالاقيها إن هي زي الأستك كده بترجع معايا تاني، فالحتّة اللي أنا باريّحها فيها دي مهمة جدًا. أنا كده باريّحها مرّتين، المَرّة اللي بعد عملتها فيها رول والمَرّة اللي بعد ما هاشكّلها. باقطّعها بقى صوابع كده بالحجم اللي أنتم حابينه، الحجم ده بيكون مناسب جدًا. وابتدي إن أنا بعد ما أقطّعها أرُصّها في الصاجات واسيبها بقى تخمر كده بتاع ربع ساعة، نُص ساعة على حسب الجو. باكون مشغّلة الفرن على درجة حرارة 180 ل190، وباسيبها لحد ما تاخد لون. لو خدت لون من تحت بس وفوق لسه باشغّل لها الشواية بسيط، وكلوا أحلى قراقيش.